السلام عليكم. أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أسماء، وتجربتي بنفسي 13 حلة شاورما حفر ليزر. وفي طبعا السادة اللي قدامكم ده ليزر ما شاء الله. وفين الحلة اللي أنا استخدمتها الصغيرة؟ أيوة اللي لا مش دي، أيوة هي دي اللي أنا استخدمتها علشان أشوف جودة الألمونيا بتنقر مني ولا لأ، اللون بتاع الألمونيا بيغير معايا ولا لأ. فطبعا زي ما احنا عارفين يا بنات، الحلل الألمونيا لازم اللي احنا نجيب ليه خشنة ونغسل الحلة من بره ومن جوه. وأكيد طبعا مع الاستخدام الليزر اللي بره ده بيتغير واللون بتاعه بيتغير اكيد طبعا، بس المهم الحله من جوه ما بتنقرش مني. ولما اجي اسلق في اي حله ألمونيا لازم احط نص ليمونه، اعصر كده نص ليمونه وانا بسلق اي حاجه. هنحافظ على الايه، على الألمونيا. وفي نفس الوقت اجي اغسل الحله هتريحني كتير جدا. وان شاء الله كده الطقم يعجبكم. واتاكد من الحواف بتاع الحله، لازم يكون سميك علشان طبعا الحله تكون تقيله. اجي اطبخ فيها ما تحرقش مني الاكل ولا الاكل يبوظ ولا اي حاجه. ونتاكد كمان اللي احنا لازم نفتح الكرتونه ونشوف كل حله من بره ومن جوه. شايفين الحله دي من بره عامله ازاي؟ ايوه اللون بتاعها اتغير. معرفش بقى الكرتونه طالت مني ميه ولا ايه. ومكتوب عليها اللؤلؤه ماركه سعوديه، دي الحله الوحيده المكتوب عليها كده. بس حتى الغطا بتاعها هو كمان شكله برضو اتغير كده من جوه، هنشوفه دلوقتي. فاحنا لازم ناخد بالنا اللي احنا لما نيجي نشتري اي حاجة متقفلة قدامنا لازم نفتح الكرتونة ونتأكد من المنتج اللي جوه الكرتونة. نحط طبعا كل غطا على الحلة بتاعتها. ونتأكد طبعا ده. شايفين الغطا الكبير؟ ادي الغلطة التانية اهي. شايفين الغطا قد ايه؟ الغطا طبعا طلع اكبر من الحلة. فعشان كده انا بقول لكم لازم ناخد بالنا. دي الحلة اللي انا استخدمتها اهي من جوه ما شاء الله جميلة. وادي الليزر طبعا شكله اكيد هيتغير مع الاستخدام. وادي الغطا اهو كمان. فادي بقى الحلة اللي محيراني هي والغطا بتاعها. طلع الغطا كبير شوية. فعشان كده يا بنات انا بقول لكم لما تيجوا تشتروا اي حاجة متقفلة قدامكم لازم تفتحوها وتشوفوا الطقم من جوه عامل ازاي، شكل ازاي. نشوف الغطيان ونحطها على الحلل بتاعتها ونتأكد من كل حاجة واحنا فين عند البياع. عشان ما ينفعش ان انا لسه هشيل كرتونة تاني واروح ارجعها تاني، ممكن يحصل ايه لخبطة. فاحنا من بداية خالص ناخد بالنا. ادي هنا مكتوبة هنا جرمانيا 18/10 100% طبعا ألمونيا ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. هي بس الحلة الكبيرة اللي فيها الغلطة اللي احنا شفناها دي. وده طبعا الليزر اهو عمالة بحك فيه ما شاء الله جميل جدا يا بنات. شكله تحفة جدا ما شاء الله. الحلة من بره كده تحفة فنية. فاحنا يا بنات ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنشتري اي حاجة. اي حاجة متقفلة قدامنا لازم نفتح الكرتونة ونتأكد كل حاجة نتأكد منها تماما. علشان لما احنا نشتري الكرتونة ونروح نوديها في البيت هنقفلها وهنحطها لحد لما احنا نيجي نستخدمها. مش هنفتحها يعني على طول. ادي الغطا اهو بتاع الحلة الكبيرة. هو كمان شكله كده اتغير من جوه، يعني حاجات بسيطة مش كتيرة يعني. بس طقم تحفة يا بنات ما شاء الله. وادي اهو تاني اللؤلؤة ماركة السعودية. دي بس الحلة الكبيرة اللي مكتوب عليها كده. اما بقية الحلل اهي مكتوب عليها جرمانيا 18/10 100% ألمونيا ما شاء الله. طبعا هنا مكتوب نعومة فائقة للحلة والغطاء من الداخل مما يساعد على سهولة وانزلاق المياه بعد التنظيف.
تصميم داخلي جيد لسطح الحلة من الداخل، وكذلك الغطاء وحافة الحلة نفسها بتتحمل كل حاجة، عشان هي ما شاء الله الحافة سميكة وبتتحمل درجة الحرارة العالية وما بتحرقش مننا الأكل. إكسبريس الألماني، طقم حلل شاورما ليزر. وطبعا دي الإدارة، وكل ادي الكرتونة قدامنا اهي ما شاء الله، كل حاجة مكتوبة انا قلتها لكم. ده بس الغطا اللي محيرني بس، يلا مش مشكلة. فعشان كده انا بقول لكم تأكدوا من المنتج اللي انتوا شاريينه قبل ما تدفعوا الفلوس بتاعته. وما شاء الله جميل، ويا رب كده الفيديو يكون استفدت منه، ونشوفكم طبعا على خير كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان شاء الله تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. يا رب الطقم يعجبكم. نستودعكم الله.